مرحبا يا شباب، كيفكن؟ شو أخباركن؟ أتمنى تكونوا بخير واستفدتوا من دروس سابقة. في الفيديوهات السابقة تكلمنا عن المقامات الشرقية اللي ما بتحتاج تشريق طبعا، وما زلنا بعد كمان في المقام الشرقي كمان بدون تشريق. اليوم رح نحكي عنه، لكن بالأول رح نحكي عن تذكير. في الفيديوهات السابقة تكلمنا عن مقام النهاوند، واللي هي رح أحكي عن قاعدة المقام. قاعدة المقام هو 2 1 2 2 1 2 2. في فيديو تاني كمان حكينا عن مقام الكرد، كمان قاعدة المقام الكرد يلي هو 1 2 2 2 1 2 2. عنا كمان مقام العجم تكلمنا عنه. آه، قاعدة المقام هو 2 2 1 2 2 2 1. اللي بحب كمان يرجع على الفيديوهات السابقة، وشرحنا عن من كل المفاتيح. واليوم كمان راح أشرح مقام الحجاز من كل المفاتيح. قاعدة مقام الحجاز هو 1 3 1 2 1 2 2. طبعا حكينا أنه بحسب المفاتيح وليس بحسب النغمة، يعني التون أو الربع تون أو نصف تون. بحسب المفاتيح. هاي للسهولة. في ناس بتشرح أنه آه، واحد أو نصف يعني، لكن هون نحن رح نشرح بحسب المفاتيح، يعني بحسب تعداد المفاتيح. يعني مقام الحجاز اللي اليوم رح نحكي عنه من درجة الدو. من درجة الري. من درجة المي. من درجة الفا. سول. من درجة اللا. من درجة السي.
بتمنى يكون هاد الشي واضح، وبتمنى الكل يستفيد، وتابعونا في فيديوهات قادمة، ورح نبدأ بالمقامات اللي فيها تشريق، اللي فيها ربع تون. شكرا على المتابعة، وأتمنى تستفيدوا، وإن شاء الله موفقين.